تستضيف العاصمة المصرية القاهرة كأس أفريقيا لكرة اليد 2024، وهي السنة الثانية على التوالي التي تقام فيها البطولة في مصر. ويشارك في البطولة الأفريقية لكرة اليد أفضل المنتخبات في القارة، ومنها 4 منتخبات عربية هي المنتخب المصري صاحب الأرض وحامل اللقب، ومنتخبات تونس والمغرب والجزائر. وتعد المنتخبات العربية المشاركة في البطولة من أهم المرشحين دائما، حيث فازت 3 منها بالكأس أكثر من أي منتخب آخر في التاريخ، وهي تونس ب10 ألقاب، ومصر ب8 ألقاب، والجزائر ب7 ألقاب، بينما يسعى المنتخب المغربي للفوز بالبطولة لأول مرة في التاريخ. كأس أفريقيا لكرة اليد 2024، انتصارات عربية في مستهل البطولة. وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات كأس أفريقيا لكرة اليد 2024 والقنوات الناقلة وترتيب المجموعات والنظام. نظام كأس أفريقيا لكرة اليد 2024: تبدأ بطولة كأس أفريقيا لكرة اليد 2024 بمشاركة 16 منتخب يتنافسون في الدور التمهيدي بنظام المجموعات، وتتكون كل مجموعة من 4 منتخبات. يتأهل من كل مجموعة المنتخبين صاحبي المركزين الأول والثاني لربع النهائي، وتستمر البطولة بنظام خروج المغلوب إلى النهائي. أما المنتخبات التي تحصل على المركزين الثالث والرابع تنافس في دور الترتيب بنظام خروج المغلوب أيضا، وخلال أدوار خروج المغلوب تقام مباريات لتحديد جميع المراكز في البطولة. أعلنت قناة أون تايم سبورت حصولها على حقوق بث مباريات بطولة كأس إفريقيا لكرة اليد التي ستنطلق في مصر بداية من غد الأربعاء 17 يناير 2024. وتستضيف مصر كأس إفريقيا لكرة اليد للرجال خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير المقبل على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي. ويتأهل الفائز باللقب إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. وستقام البطولة على صالة 1 و2 في مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وسيلعب منتخب مصر في الصالة الرئيسية.